السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى النهاردة جايلكم كده بيوم جديد وفيديو جديد. لايك وشير وكومنت حلو الفيديو النهاردة، وتابعوني منين، وسبسكرايب في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. اول حاجة بقى جبنا كده حلة، حطيت فيها معلقة سمنة وحطيت بصلاية ورق لورا وحبهان. بصراحة كانت القرفة خلصانة مني. ماشي. انا بقى معايا يا جماعة كيلو لحمة راس. في ناس بتحبها وفي ناس لا. يعني بصراحة انا بحبها قوي، بس مش بنجيبها على طول يعني. انتوا فاهمين؟ بس هنشوح بقى كده اللحمة مع التوابل والبصلاية، واحط لها شوية فلفل اسمر. وبس كده. قلب بقى كده، نقلب نقلب. طبعا هي مش هتنزل اي مية ولا اي حاجة. هناخد بس كده تشويحتين، نقفل انسجة. وبعدين بقى نحط عليها مية مغلية. انتوا تحطي لها مية مغلية عشان هي اصلا بتاخد وقت. انتوا فاهمين؟ بس كده. طبعا بقالي كتير ما نزلتش معاكم فيديو، بس والله العظيم اعذروني غصب عني. بصوا بقى، انا حطيت سمنه، نسيت اصور لكم الحته دي. جيت بحسب بصور لقيت ما صورتش. حطيت سمنه وقطعت قطعت بصلتين تقطيع وسط. وابدا كده اشوح فيهم. انا بقى بصراحه نمت وصحيت، كانت الحمد لله استوت. فقلت بقى ايه اكمل بقيه الاكل. اليوم ده اصلا كنت تعبانه قوي، وكنت دايخه ومش عارفه ايه، يعني نمت في النهار وصحيت. البصل بقى كده اصفر شوية، حطيت فلفل اسود وكزبرة وربع معلقة قرفة. حطي بقى يا جماعة قرفة في اللحمة المفرومة، يا لهوي يديكي طعم وتست تحفة. نزلت بقى كده باللحمة، وبعدها تشويحة بقى كده لغاية ما تغير لونها، ونشوف هنعمل ايه تاني. كنت بقى هنا بشرت جزراية احطها عليها، ووطي بقى عليها، سيبها بقى مع نفسها شوية. بس كده. جبت بقى حلة تاني، حطيت فيها زيت وسمنة، ومعايا بقى كمية بصل محترمة. بصوا قد ايه. كنت بقى خلاص طفيت على على التعصيجة. واعمل بقى البصلة دي، هنعمل تقلية او طاجن بصلة. عشان في ناس كتيرة مش بيعرفوا يعني ايه تقلية. احنا يا جماعة بنقول عليها تقلية صعيدي، انتوا بتقولوا عليها طاجن بصلة. انتوا فاهمين؟ فانا بقول عليها تقلية صعيدي. حطيت بقى يعني حوالي 5 معالق سمنة، او 8 حاجة زي كده، مش فاكرة قوي بصراحة. فضلت بقى اشوح 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 لغاية ما وصل. شفت كانت كميتها قد ايه. وانا بقى كنت بسلق مكرونة، عشان اعمل طبعا ايه مكرونة بشاميل. اختي كانت نفسها فيها، فعملتها لها. بص بقى، ومعايا حوالي 5 طماطمايات طحناهم، خلطهم في الخلاط ومصفياهم. احط حوالي يعني ربع يعني شويه صغننين خالص، واقلب لغايه ما تشرب الصلصه. وبعدين نحط حبه تاني ونقلب. بص شربت ازاي الطماطم. احط بقى حبه واقلب كده زي ما لغايه ما خلاص بقى ايه كل الصلصه اللي معايا دي. هي معلش بس يا جماعة بتاخد يعني غلبة شوية أو وقت، بس لو جربتيها والله العظيم هتدمنيها. خلاص بقى هنا اتسبكت، حطيت لها بقى فلفل اسود وكزبرة وربع مكعب مرقة وشوية ملح. واحط بقى فيها لحمة الراس، وهتاكلي أحلى طاجن لحمة راس. جربيها عن تجربة والله العظيم هيعجبك قوي قوي، وهترجعي وتقولي انا جربت الطريقة دي وعجبتني. حطيت بقى كده بسم الله ما شاء الله الكمية كلها، واحط شوية شوربة، وبقى على نار هادية تكتك بقى كده مع نفسه. هيطلع احلى طاجن ان شاء الله من ايدك. هنا بقى كده حطيت 6 معالق سمنة،
لا، 5 معالق سمنة صح، ومعلقتين زيت. ادوب بقى اول حاجة كده المرقة في السمنة عشان ما تعملش معايا تكتلات، يبقى المرقة في حتة واحدة بس. معايا 5 معالق دقيق. هنقلب بقى كده، نقلب لغاية دلوقتي بس الزبور هيفك. ماشي، اهو فك مني. واسيبه بس كده يعني يطلع ريحته. ومعايا كيلو لبن. كيلو بقى لبن اللي هو المعلب، لبن بلدي اللي انت عايزاه. اقلب بقى كده، اقلب واحط شوية فلفل اسمر وشوية ملح. زودت شوية لبن تاني. بتحب الفلفل الاسود كتير؟ انا بصراحة بحب الفلفل الاسود كتير شوية، حطيت حبة حلوين. هظبط بقى الملح بتاعه. شوف هنعمل ايه تاني. اعمل الرز بشعرية طبعا. الطاجن يا جماعة لازم يكون جنبيه رز بشعرية. بعمل بقى كده شوية رز، حطيت ربع شعرية عليه نص رز. احنا بنحب الشعرية كتيرة شوية، انا عن نفسي بحب الشعرية كتيرة في الرز. انا من عشاق الرز ابو شعرية. نفضل بقى كده نقلب فيها، نقلب لغاية ما توصل طبعا اللون اللي انت عايزاه. انا بحبها ولا غامقة ولا فاتحة. طفيت بقى على الطاجن او التقلية، هحطها بقى فاضية في طاجن، واحط عليها شوية فلفل اسود وشطة مع الوش، واحطه في الفرن تحت الشواية، يطلع معاكي تحفة. هنا بقى حطيت خلاص بقى الرز، واحط شوية ملح واظبط الملح بتاعه، ونسقيه بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. حطيت الملح. بس كده. بكيت كتير بقى على فيديو النهاردة. هغطي بقى الرز واسيبه لغاية ما يستوي. اول ما يشرب مية طبعا ننطي عليه. بصراحة بقى اديت اختي ترص صينية المكرونة، مكنتش قادرة اليوم ده. بص بقى دخلتها الفرن، طلعتها بقيت تحفة. ايه رأيكم؟ بس هي كانت سخنة قوي، معرفناش نقطعها خرط. بس تحفة. جربي الطريقة وان شاء الله تعجبك. بصي مش نافعة عشان بص مولعة، مش عارفة اقطعها خروط خالص. بصراحة يا جماعة كنت حاطة على الوش قشطة. بس كده، ده الشكل بقى النهائي للأكل. اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد. هتوحشوني جدا جدا. ولايكات كتير على فيديو النهاردة.